في ايه؟ اركع ماشي. الو، انا توفيق. انت بتتكلم ايه يا توفيق؟ بتكلم من البيت. كويس كويس. في حد شافك؟ طب اسمع، انت تسيب البيت دلوقتي حالا. قوات الامن بتهاجم بيوت الناس بتوعنا، واوعى تطلبني في النمره دي تاني، مفهوم؟ لو في حاجه مهمه كلمني عند منصور. مع السلامه. بطاقتك لو سمحت. مكانك.
طول ولا كلمه. انت عايز مني ايه؟ قولي لي، انت عايشه مع مين؟ مع امي. امك فين دلوقتي؟ عند اختي. مفيش حد تاني عندك في البيت؟ لا. انت عايز تروح فين؟ انا هروح معاكي. اطلعي على البيت. ايه؟ اطلعي بقول لك. ارجوكي ما تعمليش اي حركه زياده. حاضر. ارجوكي، مش علشاني، علشانك انت. ما تحاوليش تتصرفي اي تصرف غلط. انا يا قاتل يا مقتول. كده مفيش حد في البيت؟ مفيش الا انا. فين الستاير؟ بسرعه بسرعه. الثانيه. حاضر. وريني بقيه البيت. يلا بسرعه. ده المطبخ. ودي اوضه. اقعدي. انت بتنزل كتير قوي. انا لازم اكلم دكتور. خليكي في حالك. عندك هنا شاشه قطن؟ في الحمام. استني معاكي. مين التالت اللي كان معاكم وهرب؟ ما كانش معايا حد. انت يا غالب. ما كانش معايا حد، صدقوني ما كانش معايا حد. لو سمحتي ولعي لي سكر. خيرية، خيرية، نعم. اطلبوا اختك شوفيها اتأخرت ليه؟ حاضر. عندك بن؟ اعمل لك قهوه. حاضر. ما ترديش. منتظرة تليفون من حد؟ لا. يمكن خيريه اختي. طب ردي، بس خلي بالك من كل كلمة بتقوليها. حاضر. الو. ايوه يا خيريه. معلش اصل أنا لسه راجعه من الشغل حالا. لا خلي ماما عندك الليله دي، هفوت اخدها بكره. مع السلامه. أنا آسف، غصب عني، سامحيني. طب اقعد ارتاح، هعمل لك القهوه. مين بقية أعضاء التنظيم؟ معرفش. مين رئيسه؟ معرفش. مين اللي بيزودكم بالسلاح؟ معرفش. شغالين لحساب مين؟ معرفش. غالب، ما تضيعش وقتك ووقتي. هتعترف هتعترف.
اكيد انت خايفه مني. بصراحة ايوه. اطمني ما تخافيش، اللي زي ما بيأذيش غير نفسه. انت هربان من ايه بالظبط؟ انا هربان من حاجات كتير قوي. آه. انا اسف، انا مش هزعجك كتير. اول ما الليل يجي انا همشي على طول. مش معقول هسيبك كده. طب انا هشوف لك اي مسكن عندي. يا أستاذ. يا أستاذ. أنت يا الو، اكلم الدكتور فتحي لو سمحتي. الحمد لله، الإصابة خفيفة، بس لازم يستريح له يومين. نسيبه يستريح دلوقتي. هي الرصاصة دي جات له ازاي؟ كان بينظف المسدس. بس احنا في الحالات اللي زي دي لازم نبلغ البوليس. ما انا قلت لحضرتك يا دكتور مفيش داعي لسين وجيم ونيابه وتحقيقات، مفيش داعي. هو يقرب لك؟ اصل في شبه كبير قوي من مرحوم جوزك. هو يقرب له؟ اه. عموما اذا اشتد عليه الالم تديله المسكن ده. متشكره قوي يا دكتور. متشكره يا دكتور قوي. مدام ناديه، لو الحراره ارتفعت لازم تكلميني على طول. حاضر. السلام عليكم. مع السلامه يا دكتور. ايه في ايه؟ مش عارفه. دي محسن الشغاله. طب بتعملي ايه؟ هتصور ما تخافش. صباح الخير يا ستنا. صباح النور يا ام حسين. معلش الجمعه دي انا خارجه، خليها الجمعه الجايه. طيب يا ستنا. فين المسدس؟ موجود. كان لازم اخبيه عشان الدكتور ما يشوفوش. دكتور؟ انت ازاي تجيبي دكتور؟ انت كان مغمى عليك، كنت هتموت. ما قدرتش اسيبك، كلمت الدكتور. وبعدين ما تخافش، ده دكتور العيله مش هيقول حاجه. احضر لك الفطار. شاكر.
اللي بتعمليه ده كله غريب، حقيقي غريب في الزمن ده. انت ليه ما بلغتيش عني؟ مش عارفة، حقيقي مش عارفة. لما أغمى عليك حسيت إنك إنسان محتاج لي. إحساس غريب مش قادرة أفسره لغاية دلوقتي. انا اسف قوي على كل اللي سببتهولك. صدقيني انا مش مجرم. انا عمري ما اذيت حد، وعمري ما فكرت اذيكي انت بالذات. أمال أنت مين؟ وإيه حكايتك؟ توفيق. اسمي توفيق عبد الرحمن، ابن ناس غلابة طيبين. طول عمري كنت بحلم بالعدل لبلدنا، العدل والأمان. كنت بحلم إن بلدنا تتخلص من الحيتان اللي بينهبوها. شلت السلاح مع زملاء وطنيين مؤمنين بقضية بلدهم، مؤمنين بإنهم لازم يخلصوها من كل الخونة اللي بينهبوها واللي بيسرقوا أحلامنا. توصلوا صوتكم بالرصاص؟ بالدم؟ ما كانش في طريقة قدامنا ندافع بيها عن بلدنا غير كده. تدافعوا عن بلدنا بإيه؟ برصاص أعمى ما بيفرقش بين ظالم ومظلوم؟ لا، رصاصنا عمره ما توجه غير للظالم. وتعرف منين؟ مين اداك الحق تبقى القاضي والجلاد؟ هم اللي ادونا الحق ده. هما مين؟ اللي بينهبوا بلدنا، اللي بيسرقوا الفرحة من جوانا، اللي بيسرقوا حياتنا ومستقبلنا. بالقتل؟ ده جنان. لا لا، لو شفت اللي شفناه، لو تعرفي اللي بيحصل في البلد دي على حقيقته، هتغيري رأيك. تعبان؟ أنا ما عرفتش اسمك. نادية. أنا جبت لك قميص بدل القميص بتاعك. ده قميص رجالي. قميص المرحوم عادل جوزي. الله يرحمه. أكيد كان عزيز عليكي أوي، علشان كده محتفظة بيه لغاية دلوقتي. أنا محتفظة بكل حاجة تخصه. كنت بتحبيه أوي. ما كانش حبيبي وبس، ده كان جوزي وحبيبي وأخويا، كل حاجة ليا في الدنيا. ما كانش في حاجة ممكن تفرقنا غير الموت، والموت خطفه مني. وإيه اللي حصل؟ مات إزاي؟ كان عيان؟ انفجرت بيه الطيارة. وما حاولتيش تتجوزي غيره؟ المثل بيقول الحي أبقى من الميت. ماما وخيرية أختي حاولوا كتير معايا، لكن مفيش فايدة. لسه في حب بالشكل ده في الزمن ده؟ الحب في أي وقت وفي أي مكان. وبعدين كفاية إنه مات وهو بيحارب عن بلده. كلنا بنحارب علشان بلدنا. الله يرحمه كان بيحارب بطيارته، واحنا بنحارب بمسدساتنا. بس هو كان بيحارب عدو بلده. العدو عدو مهما اختلف اللون او اللبس او المكان. اي حد بيضر بلده يبقى عدو. الو، انا توفيق. ايه؟ اتمسكوا؟ ما هو يبقى اكيد بيتي متراقب. اتصرف ازاي بس؟ طيب، هبقى ابلغكم بعدين. مع السلامه. ازاي دراعك دلوقتي؟ احسن الحمد لله. تسلم ايدك.
ليه ما عملتيش لنفسك شاي؟ لا انا ما بشربش شاي بعد الظهر. الو. ايوه يا خيريه. ازيك يا خيريه؟ ماما ازيها؟ طب الحمد لله. لا خليها مرتاحه. مش هقدر النهارده يا خيريه، اصل ام حسين قلبالي البيت خالص. لا صعب شويه. معلش يا خيريه معلش. لا هاجي بكره ان شاء الله اخدها. طيب يا خيريه. طيب مع السلامه. في ايه؟ لا ولا حاجة، ماما زيها. الحمد لله. هتمشي دلوقتي؟ خلاص الشارع هدي ومفيش حد تقريبا. انا مش عارف اشكرك ازاي. انت عملتي حاجات كتير قوي علشاني، وبعدين انا مش عاوز ابقى ضيف تقيل بقى. مشكلة اللي زيي انه بيجي الدنيا دي ضيف وبيعيش فيها دايما ضيف. ليه بتقول كده؟ اللي بيشتغل في السياسة بيحس دايما ان حياته مش علشان يعيشها، علشان ناس تانية تعيشها. انا عاوز اقول لك حاجة قبل ما امشي. صدقيني يا مدام نادية، انا لو كنت شفتك قبل كده كانت حاجات كتير قوي في حياتي اتغيرت. اشوف وشك بخير. ايه اللي طفى النور؟ مش عارفه. على مهلك. النور اتقطع في الحتة كلها. معلش خلي الشمعة دي معاك عشان تنور لك السلم. قطع النور ده فرصة عشان تقدر تمشي. إن شاء الله ربنا هينور لك طريقك. ياه، دي أحلى دعوة سمعتها في حياتي. مع السلامة. الله يسلمك. مين؟ توفيق. في حاجة حصلت؟ ما هنش عليا أسيبك في الضلمة لوحدك. بس دي فرصة. انت أهم. الحمد لله إني ما مشيتش علشان ما اسيبكيش في الضلمة لوحدك. بس انت كده بتضيع على نفسك فرصة كبيرة قوي انك تهرب والدنيا ضلمة عشان ما حدش يشوفك. انت تستاهلي كل خير يا مدام نادية. يا ترى اللي بتعمليه معايا ده شفقة؟ انت عمرك ما قابلت حد يقدم مساعدة بدون مقابل. اصل اللي زيك وجوده نادر في الايام دي. يا ترى اهلك عاملين ايه دلوقتي؟ اهلي؟ انا مقطوع من شجرة وللأسف
ما اقدرش اكون اسره لان حياتي دايما في خطر. انت تعبت قوي. بصراحة رأيي تدخلي تستريحي شوية. وانت؟ انا هريح هنا على الكنبة، واول النور ما يجي انا همشي على طول. احسن بلاش وداع. تصبح على خير. نادي، لا اله الا الله. محمد رسول الله. يا نادية لسه ما جاتش؟ لا يا مربي. ما اتصلتش بالتليفون؟ لا يا فندم. طب اطلبها لي بسرعة. حاضر يا فندم. الو، صباح الخير. اهلا، صباح الخير يا مدام. مراد بيه معاكي على الخط. ايوه اديها لي. ايوه يا نادية. ايه ده، انت لسه نايمة ولا ايه؟ قلقتيني عليكي. اصل كنت تعبانه شويه. طب ليه ما كلمتنيش؟ انا هجيب دكتور واجيلك حالا. لا لا، انا دلوقتي احسن كتير. اوعي تكوني بتقولي كده بس عشان تطمنيني. لا ابدا، انا كنت على السلم بس التليفون هو اللي رجعني. انا جايه على طول. مع السلامه. عزيزتي نادية، آسف لانصرافي المفاجئ والذي لم يكن له دافعا غير خوفي عليك. نادية، لن أنساك أبدا. توفيق. صباح الخير. اهلا يا نادية، صباح الخير. احسن دلوقتي؟ الحمد لله. قضيتي اجازتك فين؟ في البيت طبعا. نادية، فكرتي في اللي قلته لك؟ ايوه بس بس يا انت في حد في حياتك؟ لا. قصدك فرق السن؟ لا، انا عمري ما فكرت بالطريقه دي. انا بحبك يا نادية، صدقيني بحبك ومحتاجك، مستعد اعمل المستحيل عشان اسالك. استاذ مراد، انت اي ست في الدنيا تتمنى تبقى مراتك، بس انا عمري ما فكرت فيك من ناحيه الجواز. انا دايما شايفاك الاخ الكبير الحنين اللي واقف جنبي. استاذ مراد، ارجوك تفهمني. ايوه نادية.
موجودة عشان كده. الو. ايوه. الحقيني يا نادي، ماما تعبانه قوي. طب ما جبتيش دكتور ليه؟ ما انا بدور على الدكتور فتحي مش لاقيه، طلبت لها الاسعاف، هعمل ايه بقى؟ طيب انا جايه حالا. في ايه؟ ماما تعبانه شويه. طب استني انا هاجي معاكي. لا معلش، خلي حضرتك مستريح، ولو في حاجه هتصل بيك. تمام يا فندم. اعترف؟ وعرفنا اسم الثالث يا فندم. اسمه ايه؟ توفيق عبد الرحمن. توفيق عبد الرحمن. ايوه. ايوه. مين؟ حسام، انا توفيق. توفيق؟ ايه اللي نزلك بدري دلوقتي؟ احنا لسه في بدري. اعمل لي بس كوبايه شاي واحكي لك على كل حاجه. على عيني يا حاج، على عيني. بقول لك ايه؟ انت مين معاك هنا؟ مفيش حد غير الورع عطيه. تقدر تستنى عنه يومين ثلاثه لغايه انا ما ادبر نفسي؟ قوي انت عارف معزتك عندي. على عيني حاضر، عامل لك الشاي. لو سمحت عند مين هنا؟ خيرية، ماما عاملة ايه؟ ربنا يستر، الازمه كانت شديده قوي المره دي. وهي فين دلوقتي؟ الدكاتره دخلوها اوضه الانعاش. ربنا يستر. أنا جبت معايا 500 جنيه مصاريف العلاج، بس خايف ما يقضوش. كتر ألف خيرك، أنا عارفة ظروفك، أنا معايا فلوس. مين هيبات معايا النهارده؟ ولازمته ايه البيات يا هدر؟ ده الدكاتره منع زياره حتى. ما تقلقوش دماغكم، أنا هبات معاها وهبقى أطمنكم بالتليفون. طب يا حبيبتي، تصبحي على خير. التحريات المطلوبة عن توفيق عبد الرحمن يا فندم، أهله وأصحابه، الأماكن اللي بيتردد عليها، ماضيه وكل حاجة عنه.
يتراقبوا كلهم. القضية شغلة الرأي العام، لازم نقبض عليه في أسرع وقت، مفهوم؟ حاضر يا فندم. مراد نادية انا اسف اني اتاخرت عليك، طمنيني ماما ازاي دلوقتي؟ الحمد لله، بس ما كانش في داعي تتعب نفسك. تعب ايه بس يا نادية؟ دي مامتك واللي يهمك يهمني انا. متشكرة قوي. اتفضل اتفضل. اتفضل. نادية خلي اللي معاكي. لا مش للدرجه دي، انا معايا فلوس يا أرجوكي ما مراد. تحرجنيش. والله معايا فلوس. انا عارف انه معاكي فلوس عشان خاطر اليوم معاكي. ارجوك يا مراد ما خلاص، تحرجنيش، خلاص. ارجوك ما خلاص يا نادية، تحرجنيش. خلاص. ده كتير قوي اللي بتعمله عشاني. يا ريتني اقدر اعمل اكتر من كده يا نادية، انت ما تعرفيش. دكتور. الدكتور طمني يا نادية، بيقول لو مر 24 ساعة من غير أي مضاعفات ماما هتبقى كويسة والأزمة هتعدي على خير. يا رب ربنا يسمع منك. يا رب. اتفضل القهوه. متشكر. يا دكتور. لا طمني، ماما كويسه. الحمد لله. حبيبي تروحي ممكن تروحي. متشكرين يا دكتور. ما تشيل يا نادية. لا انا هبات هنا. تباتي فين؟ لازم تستريحي يا نادية، والدكتور طمنك. وبعدين قعدك هيعمل ايه؟ لا هتقدري تدخلي لها ولا تشوفيها، يبقى تقعدي لازمته ايه؟ لازم ترتاحي يا حبيبتي عشان تقدري كده بكره كمان. يلا انا اوصلك. اتفضلي. انا متشكره قوي على كل اللي بتعمله معايا. نادية انا هقعد جنب التليفون، لو عوزت اي حاجة اتصل بيا على طول. ها؟ يلا. الف سلامة. مع السلامة. تناشد وزارة الداخلية السادة المواطنون الذين لديهم معلومات أو بيانات عن المتهم الهارب توفيق عبد الرحمن المتهم في قضية الاغتيال التي تمت منذ أيام في إحدى أحياء القاهرة، وتعلن الوزارة عن رصدها مكافأة ضخمة لمن يتقدم بالمعلومات أو البيانات التي تؤدي إلى ضبط المتهم. وتشكر الوزارة المواطنون على حسن انتمائهم للوطن. سالم، انا لازم امشي دلوقتي حالا. هتروح فين يا توفيق؟ هتدارى في اي حته. ما دام استدلوا عليا هيراقبوا كل معارفي وانت على اول الليسته. طب اهدى بس اهدى. معلش، تشكر على ضيفتك. بقول لك ايه يا توفيق، خلي بالك من نفسك يا اخويا. مع السلامه.
انا توفيق يا نادي. نادي ما بترديش ليه؟ ازيك يا توفيق؟ انت بتتكلم منين؟ من الشارع. مش عارف اقول لك ايه. السكه كلها اتقفلت في وشي. مش عارف اعمل ايه ولا اروح فين. نادي ما بترديش ليه؟ هي مامتك جنبك؟ ماما في المستشفى. انا اسف قوي. اتصلت بيكي لانك انت الوحيده اللي وقفتي جنبي. على العموم تصبحي على خير. توفيق، هاي. طب اكلمه. دكتور فتحي سليمان. ايوه. اي خدمه؟ يا فندم انا عندي معلومات تساعدكم في القبض على الارهابي توفيق عبد الرحمن. انا شفته. حضرتك متاكد ان اللي شفته المتهم توفيق عبد الرحمن؟ وعالجته من تهتك في الانسجه في دراعه اليمين يا فندم. من رصاصه طايشه. طيب ممكن حضرتك تديني عنوان العماره؟ ايوه يا فندم. 6 شارع المساحه بالدقي، الدور الثاني. انا اسف. اضطريت اجيلك تاني. ما لقيتش اي مكان استخبى فيه. في حد شافك؟ لا اطمني. انت ناوي تعمل ايه؟ هسافر. هتهرب؟ اللي زي مكتوب عليه الغربة جوه بلده ومكتوب عليه الغربة بره بلده. توفيق، سلم نفسك احسن. ها؟ انت مش متصورة ممكن يعملوا فيا ايه؟ ممكن يعذبوني عذاب الموت اهون منه. ليه؟ انت صاحب قضية، لا انت مجرم ولا قاتل. البلد فيها ناس كويسة قوي ممكن تدافع عنك. ساعتها ممكن يبقى الظلم اقوى من صوتهم بكتير. ولو سافرت هترجع تاني؟ لو اخر يوم في عمري لازم ارجع. دي بلدي يا نادية. مين؟ تعال. ايه؟ فتشها بسرعة. ايه في ايه؟ بسرعة. في ايه؟
ما تجاوبيني الاول. فين توفيق؟ توفيق مين؟ ما تستعبطيش، الدكتور فتحي هو اللي مبلغ عنه. انطقي. ما لقيناش حد يا فندم. عادل ملوش اثر يا فندم. اتفضلي معانا. هتفضل معاك فين؟ ليه؟ بأي صفة؟ ده بيختار الصفة اللي تريحك في التحقيق. يلا يا ماما. يلا. يلا قدام. ايوه يا صلاح، بقول لك الصور قدامي اهي. بس انت متاكد ان دي ناديه عثمان سكرتيره مراد بيه منصور ومتهمه في قضيه امن دوله؟ ايوه انت متاكد من الكلام ده؟ انت متاكد؟ طب خلاص شكرا. عبده، عايزك تحجز لي مكان بكره في الصفحه الاولى. لا ده خبر مهم جدا. ايوه تفاصيله هتنزل في صفحه الحوادث، بس انا عايز انوه عنه في الصفحه الاولى. خبر مهم جدا. انا هكتب التفاصيل بنفسي. شكرا. هتفضلي على كده كتير؟ ما تخلصينا. انا كل اللي اعرفه قلته لكم. لا يا هانم انت ما قلتيش حاجة خالص. اسمي نادية محمد عثمان، ساكنة في شارع المساحة في الدقي. وعايشة انت وامك في الشقة بعد ما جوزك مات. ليكي اخت اسمها خيرية، متجوزة وعندها 4 عيال، ولدين وبنتين. امك عيانة بالقلب في المستشفى. خلصيني بقى. ممكن اعرف انا تهمتي ايه؟ لحد دلوقتي انت مش متهمة بأي حاجة، انما لو ما جاوبتيش على الأسئلة اللي هقولها لك هتتهمي بالتستر عليه ومساعدته على الهرب. هو متهم بايه؟ نعم يا حبيبتي. ما تعرفيش ان توفيق عبد الرحمن عضو في تنظيم سري سياسي هدفه الانقلاب العسكري بالقوة؟ وانا دخلي ايه؟ انا كل اللي اعرفه قلته لكم، والله كل اللي اعرفه قلته، والله قلته، والله قلته. ايه؟ ممكن اتكلم في التليفون؟ ايوه يا ميرفت، اديني مراد بيه. ايه؟ بورسعيد؟ لا يا ميرفت متشكرة. مين يا حبيبتي مراد بيه ده بقى؟ صاحب الشركة اللي بشتغل فيها. شوفي هقول لك نصيحة، لا مراد بيه ولا غيره هينفعوك. اللي هتخلص نفسها لوحدها هو انت، عشان كده لازم تعترفي.
ايه ده؟ مش ممكن، راجع الحته دي تاني. مش بقول لك هي مين؟ مين؟ انا توفيق. توفيق مين؟ توفيق عبد الرحمن. توفيق عبد الرحمن. ساكن. انا اسف اني اكون ازعجتك. لا ابدا، ده شويه تفاريح كده، ما انت عارف الارياف كلها مالك. الحمد لله على السلامه، عاش من شافك. خش جوه تعالى، هعمل لك شاي. بنت يا زيزي. لا مش عاوز حد يشوفني. ماشي خش. ياه والله زمان لطيف. احمد انا عاوز اقول لك. عارف، شفتك في التلفزيون. انت مش هتبطل بقى حكايه السياسه دي؟ ده مبدأ يا احمد. يا عم مبدا ايه وبتاع ايه؟ المبدا ده اللي هيوديك في داهيه. خليك ماشي على مبدا انا بقى تستريح. مفيش احلى من النسوان. احمد انا لجأت لك علشان صعب حد يوصلني هنا. ممكن تبيتني عندك ليلتين ثلاثه لغايه ما ادبر اموري. ايه؟ يا جدع بيتك ومطرحك، طبعا لازم تبات. قوم اعمل لك شاي. عايزك تحكي لي بقى بالتفصيل ايه اللي حصل ساعة ما اتقابلتوا. قال لي اطلعي على شقتك. سمعت كلامه؟ خفت. وبعدين؟ كان بينزف دم كتير. طلبت له الدكتور. وما مشيش ليه بعد ما جه الدكتور؟ كان تعبان مش قادر يتحرك. يعني اتسطرت عليه؟ وانا كنت اعرف منين انه ارهابي؟ ما كلمش حد في التليفون من عندك؟ ما قالكيش قابلك فين؟ لا. ما حدش جاله عندك؟ لا. عملتوا ايه في اليومين اللي قضيتوهم مع بعض سوا؟ مش جريمة انك تحبي. الجريمة انك تخوني بلدك مصر. عشان كده لازم تقولي لنا هو فين وهتقابليه امتى. وانا اوعدك ان انا هطلعك من القضية زي الشعرة من العجينة واعتبرك مجرد شهادة. كلمي. انت قلت حاجه علينا البنت اللي بيحاول معاها؟ لا طبعا. عظيم. كنت بتاكد بس. قول لي يا توفيق، انت ليه ما استخدمت السلاح؟ ليه؟ كان قدامك فرصه كبيره قوي تخلص على الخاين. ما قدرتش. ما قدرتش يعني ايه؟ كان ممكن اصيب طفل بريء ملوش اي ذنب. مش الطفل اللي يقف في سكتنا يا توفيق. اللي عاوز يخلص بلده لازم يكون قاسي اكتر من كده. مش بايدي. على العموم معلش، هنعيد تنظيمنا من جديد ونقوم بالعمليه في اقرب فرصه. أرجو إنك تكوني مبسوطة وسعيدة معانا هنا. أنا متأكد طبعا إنك هتقولي لي على كل حاجة. قولي لي بقى يا ستي، توفيق وزمايله كانوا بيخططوا لاغتيال مين المرة دي؟ بقى انت عايزه تفهميني انك قعدت معاه 3 ايام في شقه لوحديكم والشيطان ما دخلش بينكم؟ عشان كده مش عايزه تقولي على مكانه
بتحبيه، رفقته. خدوها على الحجز، مفيش منها فايده. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. امال فين نادية؟ ما جاتش من امبارح. سألتوا عليها؟ لا. طب اطلبيها. حاضر يا فندم. الاستاذ مراد من فضلك. اقول له مين يا فندم؟ حمدي عبد العزيز من جريده الاضواء. ثانية واحدة. ايوه يا فندم، الاستاذ حمدي عبد العزيز من جريدة الاضواء. امرك يا فندم. اتفضل يا استاذ حمدي. شكرا. ادخل. حمدي عبد العزيز صاحب جريده الاضواء. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اتفضل سلام. شكرا. تشرب حاجة حضرتك؟ لا متشكر، انا مش عايز اضيع وقت حضرتك، هم كام سؤال كده وهمشي على طول. بخصوص ايه؟ بخصوص نادية عثمان. نادية عثمان سكرتيرة مكتبي؟ ايوه بالظبط. مالها؟ كنت عايز اعرف راي حضرتك فيها ايه. نادية انسانة كويسة، اخلاقها كمان كويسة ومحبوبة من كل زمايلها. طب ومن ناحيه ميولها السياسيه؟ مين؟ نادية يوم ما تفكر تفتح جورنال يبقى عشان تشوف بختها او اين تذهب هذا المساء. يعني ما سبقش اتكلمت مع حضرتك عن شخصيات سياسيه بتكرهها وعايزه تخلص منها؟ تخلص؟ نادية؟ طب قولي الاول تخلص من مشاكلها وهمومها. ايوه، مشاكل زي ايه بقى؟ الله، وحضرتك بتسأل عن ايه بالظبط؟ مراد بيه، افتكر ان واحد زي حضرتك ناجح في شغله المفروض يبقى عارف كل حاجه عن الناس اللي بتشتغل معاه. عشان كده قلت لك انها ملهاش ميول سياسيه. بلاش السياسه، نتكلم عن علاقاتها التانيه. انت عاوز ايه بالظبط؟ ممكن تدخل في الموضوع؟ يعني ممكن حضرتك تكلمني عن علاقاتها بزمايلها باصحابها؟ نادية تقريبا ملهاش اصحاب. طب وحضرتك؟ افتكر اني قلت لك كل اللي اعرفه عنها. اسف، ورايا اجتماع مهم. كنت عايز اقول لك بس انها مقبوض عليها في قضيه امن دوله تنظيم سري مسلح. بتقول ايه؟ كان مختبئ عندنا؟ ايوه. ما زال التحقيق جاري. لا ابدا، انا كنت بس عايز اتاكد من اللي سمعته. مع السلامه. مع السلامه. الف شكر. يا مراد يا اخويا، الموضوع اخطر مما كنت اتصور. مش ممكن ابدا. انا اصلا اعرف نادية كويس قوي، وطول عمرها ملهاش دخل بالسياسه ابدا. والله ان كانت بريئه التحقيق هيظهر براءتها. طب عشان خاطر يا بركات حاول مره تانية. احاول ازاي يا مراد؟ دي قضيه امن دوله، وانصحك تبعد عن الموضوع ده. بس أنا شايف من أقوالها إن ملهاش أي علاقة بالمجموعة الإرهابية دي. تحريات كمان بتقول إنها ست طبيعية جدا وحسنة السير والسلوك. اتفضل، مضوها على أقوالها وحولوها للنيابة، واستصدر أمر بمراقبة التليفون بتاعها، وهي تتحط تحت المراقبة 24 ساعة. مين عارف؟ احتمال كبير مكالمة كده أو اتصال أو أي حاجة يوصلنا للمتهم.
هي حولوها نيابه امن الدوله. ناديه ما تستاهلش اللي بيحصل لها ده كله. بص يا توفيق، ده احسن لك تسيب مصر وتسافر اي حته تانيه. ناديه مش هتستحمل في ايديهم كتير. انت بتقول ايه؟ عاوز اتخلى عنها بعد كل اللي سببته لها؟ وانت في ايدك ايه تعمله طيب يا توفيق؟ معرفش. هسلم نفسي. يا سلام، يعني انت لو سلمت نفسك هيسيبوها؟ لازم يعرفوا ان ملهاش ذنب. ربنا يشفيك يا توفيق. أنا بصراحة مش شايف أي اتهام صريح ضدها في المحضر ده. ضروري تحت تهديد السلاح اضطرت تدخله شقتها، ولما أغمى عليه خافت تتهم، جابت له دكتور العيلة عشان تغري نفسها من المسؤولية. هو فعلا مفيش اتهام صريح ضدها. اللي مخلي موقف مدام نادية حرج انها بتحاول تمسك العصاية من النص. يعني موقفها غير واضح. مش فاهم يعني. بصراحة بقى هي غير متجاوبة معانا اطلاقا. يعني اي سؤال بنسأله لها حوالين المتهم ما بتجاوبناش. لأنها ما تعرفش عنه حاجة. إنسان غريب دخل بيتها بالإكراه. هتقول عنه إيه؟ دي لو كانت صادقة. وليه ما تكونش صادقة يا فندم؟ سلوكها وماضيها وشهادة كل اللي يعرفوها بتؤكد إنها صادقة. وده اللي خلاني أدي أمر بالإفراج عنها. هتتأخر كتير؟ لا يعني هو كلها 10 دقايق بالكتير. متشكر. العفو. الو. ناديه، معقول اللي بيحصل ده يا ناديه؟ تسيب امك مرميه في قلب المستشفى وتختفي بالشكل ده وترمي الحمل كله على اختك، مش عيب؟ استني بقى لما انده لاختك تكلمك. خيريه، خيريه. نعم. تعالي كلمي اختك. ايه يا ناديه انت فين يا حبيبتي؟ قلقتيني عليكي. سالت عليكي كذا مره في البيت ما بيردش، وسالت عليكي في المكتب بيقولوا لي ما بتجيش. ايه الحكايه؟ معلش يا خيريه، كان عندي شويه مشاكل. طمنيني الاول، ماما ازيها؟ ماما الحمد لله يا حبيبتي، خرجت من الانعاش وخدنا لها اوضه، بس لسه زيارات ممنوعه. الحمد لله. طمنتيني يا خيريه، بوسيها لي قولي لها ان انا رايحه لها. ايه يا ناديه مالك؟ صوتك مش عاجبني، في حاجه؟ لا يا خيريه مفيش حاجه، انا كويسه قوي. مع السلامه. خدمة مش هتكلفك أي حاجة. عينيا. تعمل تليفون من أي تليفون عمومي وتشوف مين هيرد عليك. عاوز أطمن إذا كانت رجعت من التحقيق ولا لا. ماشي. هنا يا توفيق. خلي دي معاك على ما يجي. ماشي.
وحشتيني يا امي، وحشتيني قوي. كده تسيبيني المدة دي كلها من غير ما تيجي تشوفيني؟ غصب عني، كنت مسافره، مش هسيبك تاني ابدا ابدا. وايه الطعم اللي في وشك دي؟ دي خبطه بسيطه يا ماما، اتخبطت فيها وانا خارجه من العربيه. الحمد لله على سلامتك يا ماما، الحمد لله على سلامتك يا ست الحبايب. اخبار ما تسولش. عاملين مكافأة 20,000 جنيه للي يرشد عنك. خايف يا احمد؟ ايوه خايف، مرعوب. تعرف انا ماليش لا في السياسة ولا في الكلام ده كله. على فين يا توفيق؟ انا مش عاوز اسبب لك مشاكل يا احمد. 20,000 جنيه مبلغ مش شويه. اي حد ممكن يبلغ عني، وانا مش عاوز اوديك في داهيه. انت هتعمل ايه؟ في تليفون قريب هنا في اول البلد. ليه؟ هتصل باصدقاء يدبروا لي اي حاجه علشان اسافر بره. بزي ما بقى كان حد يصدق ان كل ده يحصل منها؟ انا سمعت ان كانت مخبيه في شقتها من يوم ما هرب. تفتكر مامتها كانت عارفه؟ ممكن. وفي كده ليه؟ اتفضل على مكتبك منك له. اتفضل. حاضر يا فندم. وانت يا انسه شوفي شغلك وبس. حاضر يا فندم. عندك حق يا توفيق، لازم تسافر وبأسرع ما يمكن. ممكن تعملوا حساب شخص تاني معايا؟ مين؟ قصدك نادية؟ ايوه. اللي حصل لها كله ده بسببي، وقعدها هنا هيسبب لها مشاكل كتير. توفيق، الطريق اللي اخترناه لنفسنا ما فيهوش أي مجال للعواطف، وعلى أي حال لو أنت مصمم هنحاول ندبرها. سينا دي انا قلت مدام انت بقى ما بتساليش، نسال احنا. طب تليفون يا نادي. طب الشغل ماله من الكلام ده كله؟ ما بيجيش شغل ليه؟ مراد بيه، اكيد بعد اللي حصل لي ده كله هيسبب لك مشاكل كتير قوي في الشركه. ارجوك تقبل استقالتي. استقالتك؟ ناديه، انت ايه اللي بتقوليه ده؟ معقول يا ناديه؟ معقول بعد العمر ده كله لسه ما عرفتنيش؟ ناديه انا ما يهمنيش اللي حصل ده كله. انا كل اللي يهمني انت يا ناديه. مراد بيه صدقني انا ما عملتش حاجه غلط. انا عايزه اعرف بيجرالي كل ده ليه؟ كل ده عشان ساعدت انسان كان محتاج لمساعدتي. بقت جريمه؟ مش جريمه ولا حاجه يا ناديه، انا مصدقك، بس قدام الناس كل الشواهد بتقول غير كده. انا ما يهمنيش اللي حصل يا ناديه. انا عاوز اسالك سؤال. اتفضل. الراجل ده كان عندك في البيت؟ ايوه كان عندي، بس انا ما عملتش حاجه غلط. طيب اهدي ليه بتعصبي؟ عموما يا ناديه انا كل اللي عاوز اقوله لك، الشغل مش هتسيبيه. انا ما عنديش مانع تقعدي في البيت اسبوع 2 شهر لغايه ما اعصابك تهدى خالص خالص. وانا متاكد ان كل شيء هيبقى كويس يا ناديه، وهتظهر مراتك. مين؟ ماجد كمال. الجماعة بيهدوك السلام. الله يسلمك. ده بسبور وده مبلغ تدبر بنفسك لغاية الحالة ما تهدى. شكر. خلي بالك من نفسك توفيق. شكرا. سلام. سلام. يا توفيق خلاص مسافر؟ بعد يومين ان شاء الله. هتستريح مني. يا توفيق عيب ما تقولش كده يا اخي، احنا اخوات. احمد، في ايه يا احمد؟ مالك؟ هتوحشنا يا توفيق. خد يا احمد. ايه دول؟ ما افتكرش هتحتاج المبلغ ده كله، انت محتاج اكتر مني. تجدد الشقه، تتجوز، ولا يعني هتفضل طول عمرك من غير جواز؟ لا الحمد لله يا توفيق، اسطوره يعني. خد، تكسف مني، ما تقلقش عليا.
انا لما اسافر هلاقي اللي يتولى امري ويديني اللي انا عاوزه. باين على الاول فقر. نادي اسمعيني من غير ما تبصي. سيبي باب العربيه مفتوح وارجعي لغايه باب العماره. نعم. اما يجي المكواجي خلي المكوى عندك. حاضر. ها حاضر. اسمعي، هدي شويه وبعدين اطلعي على طول. استاذ حمدي، انت في حاجه بينك وبين الست دي؟ ابدا يا فندم. امال كل يوم والتاني تجيب لي خبر عنها، ايه السبب؟ يا فندم حضرتك عارف ان الموضوع دلوقتي شاغل الراي العام، ودي فرصه ان الجرنان يزيد توزيعه. مسؤوليه التوزيع دي مش مسؤوليتك، والموضوع لسه في التحقيق. مفيش داعي نسبق الحوادث. ايوه يا فندم، بس احنا برضه لازم يبقى عندنا سابق صحفي، يعني نسيب الجرايد الثانيه تكتب الخبر بتفاصيل واحنا نبقى متاخرين. نقوم نعرض سمعه انسان التشهير. يا فندم حضرتك عارف الناس النهارده عشان تهتم بموضوع وتقراه لازم يبقى سخن، لازم يبقى فيه جريمه فضيحه. استاذ حمدي، كل اللي بطلبه منك انك تراعي ضميرك الصحفي وانت بتكتب. اتفضل يا استاذ حمدي، اتفضل. خيرية وحشتيني قوي يا حبيبتي. وحشتي حبيبتي. والله يا ناديه ما انا عارفه اقول لك ايه. الفضيحه دي ما كانتش على بال حد خالص. انا ما عملتش حاجه غلط. غلط ولا صح، الناس ما تصدق تلاقي حاجه زي دي علشان تتكلم. انا ما يهمنيش كلام الناس، انا كل اللي يهمني امي. امي مش هتستحمل اللي بيحصل ده كله. ولما انت عارفه كده بتورطي نفسك ليه من الاول؟ اسمعي يا ناديه، لو انت عارفه مكانه لازم تبلغي عنه علشان نخلص من الورطه دي. انا لو عارفه مكانه مش هبلغ عنه. انا مقتنعه بكل اللي بيعمله توفيق. خبر اسود، بعد كل اللي جرالك ده من تحت راسه؟ اللي جرالي ده ممكن يجرى لاي واحده غيري. انت مش فاهمه حاجه خالص يا خيريه. بتعمل ايه هنا دي؟ في ايه؟ في ايه؟ عنتر. لا عنتر ولا زفت، انا مش ناقص فضايح. كفايه اللي بيجرالي كل يوم ضرب الشغل. الناس بتتغمز عليا وبيتكلموا من ورايا وبيقولوا ايه اخت الست بتاعته، اخت حرم، اخت مراته. ما تقولش كده، انا هحكي لك على كل حاجه. لا تحكي لي ولا احكي لك، اتفضلي مع السلامه. شيل ايدك من عليها. روح انت. ماليش دعوه. ناديه مظلومه، ناديه مظلومه. انت عارفه وجودها معانا هنا معناه ايه؟ معناه اننا نبقى مشبوهين، معناه ان ولادي واحنا كلنا هنتأذي. معناها ايه؟ فاهمه معناها ايه؟ ان بيتنا هيتخرب يا هانم. السلام عليكم يا معلم. السلام ورحمة الله وبركاته يا بيه. ما اسميش عبده. امال اسمك ايه؟ اسمي عبد الموجود. طيب ما هو برضه عم عبده. سيجاره يا عم عبده؟ شكرا يا بيه. الله يكرمك. ولع. لا بشرب عسل جوزل. اريح برضه. قول لي بقى ايه اللي تعرفه عن نادي عثمان؟ نادي عثمان؟ ايه هي مش ساكنه هنا؟ ساكنة يا بيه. طيب بس ماليش دعوة بالسياسة. السياسه دي يا عم عبده، احنا مالنا ومال السياسه؟ ثوره صلاح واحده. صرت ايه يا بيه؟ ما تخافش، يديله الجرنان. للجرنان. ايوه. قشطه. اقعد بقى قول لي ايه اللي تعرفه بقى عن نادي عثمان؟ خلاص يا بيه اللي نعرف نقوله. ثوره صلاح. يا أستاذ، بيت من غير راجل زي البيت اللي من غير سقف. ربنا يستر على بلايانا ويا رب يشفي أمها الغلبانة. يا امها تعبانه؟ أمها في المستشفى. طب بالمناسبه بقى مستشفى ايه؟ من فضلك مدام محمد عثمان، غرفه كام؟
تاني دور غرفة 24. شكرا. اوضه 24 فين؟ على الشمال في الوش. شكرا. ألف سلامة ليك يا حاجة، بعد الشر عنك. الله يسلمك. خليك مرتاح، ارتاحي. صور صلاح. في ايه؟ لا أبدا مفيش حاجة. في ايه؟ احنا هناخد لحضرتك كام صورة كده عشان الجورنال ايه بس. يا ابني؟ خير إن شاء الله ما تقلقيش. ايوه يا ابني. أصل كنت عايز أسأل حضرتك شوية أسئلة ممكن؟ خير يا ابني. خير إن شاء الله. نادية بنت حضرتك مالها يا ابني؟ كانت مخطوبة؟ ابدا يا ابني. طب بصراحة أنت تعرفي حد اسمه توفيق؟ ما اعرفش حد بالاسم ده يا ابني. ولا هو كان بيجي يزوركم ولا هي بتقابله بره؟ ابدا يا ابني، عمري ما شفت الانسان ده أبداً. حاجة لو تعرفي أي حاجة قولي لي، أنا عايز أساعد نادية. خير يا ابني. في حاجه؟ هو أنت ما عندكيش فكرة عن حاجة خالص؟ ابدا يا ابني، انا راقده عيانه. ألف سلامة ليكي، هاتي الجورنال. مش حاجه. أمال الخبر اللي في الجورنال ده إيه؟ ازيك يا توفيق؟ لا انا كويسه الحمد لله. ايوه سامعاك. خد يا بت، اشتري بيهم اللي انت عايزاه. ايه دول؟ دول 100 جنيه، ايه مش عاجبينك؟ 100 جنيه يعملوا ايه اللي من دول يا احمد؟ هم دول بقى اللي في ايدك اديهم لك. بايدك تديني اكتر، تديني 10000 جنيه وانت 10000 جنيه. انت بتقولي ايه يا بت؟ اتجننتي؟ لا يا اخويا انا بعقل. فكرك انا مش فاهمه؟ انا فاهمه كل حاجه وشفت كل حاجه. كلمه واحده في الاسم ونقبض 20000 جنيه. بس ده صاحبي، انا ما اقدرش اخون صاحبي. هو في صحابي اللي من دول؟ صاحبك قرشك. فوق يا احمد فوق، دول 20000 جنيه. ان ما بلغتش انت هبلغ أنا مش فاهم إيه اللي زعلك قوي كده يا أستاذ مراد. لانك من يوم ما قابلتني في مكتبي وانا حسيت ان في بينك وبينها موقف. ليه؟ انا ما اعرفش. لو سمحت يا بس، اقرا الاستاذ رئيس التحرير اللي كاتبه الاستاذ حمدي عنها في الجورنال. لو اقول لكم اللي اعرفه عنها فضايح يا ولاد. كل يوم وكل ليله مع راجل شكل، ساعات ترجع نص الليل وساعات ما ترجعش خالص. ده كلام البوابه. الست دي مالناش دعوه بيها من يوم ما مات جوزها وسيرها بطال. ده كلام الجار، ده غير كلام سايس الجراج والبقال وغيره وغيره. يا استاذ حمدي، يا استاذ حمدي، احنا سالنا الناس دي كلها وكلهم انكروا كلامنا. ايه رايك في الكلام ده يا استاذ حمدي؟ سعادتك رئيس تحرير وعارف ان انا مهمتي كصحفي ان انا ادور على الحقيقه وانقلها للناس. الحقيقه يا استاذ حمدي. ايوه الحقيقه مش الاثاره الرخيصه، مش تاليف كلام من خيالك عن لسان ناس ما قريتهوش. يا استاذ حمدي ده انت صحفي، يعني سلاحك هو كلمه شريفه. مظبوط. وتوزيع الجورنال يا فندم اللي بقى في السما دلوقتي. يا استاذ حمدي مش مقياس. المخدرات بتتوزع اكتر من الجرايد. الكتابه دي امانه في رقبتنا. حضرتك ما صنتش الامانه. حسابنا في مجلس الاداره. الو.
والله سايبه هنا يا فندم. سايبه هنا فين؟ سايبه هنا في الشقه سايبه. يعني راح فين؟ هو مش موجود؟ انت هتكمل؟ ما اعرفش يا فندم، انا سايبه كنت في الاوضه قاعد عمال بيشرب شاي، اصل هو بيشرب شاي. انت هتحكي لي قصه حياتك عدل. تليفون عشانك يا حمدي. الو. ايوه انا حمدي. مين بيتكلم؟ ايوه عارفها. طيب نادية نادية مش عارفني؟ أنا شريكة توفيق وعشيقة المدير اللي بشتغل عنده. أنا نفسي أفهم أنت جبت الكلام ده منين؟ كتبته إزاي من غير ما تتأكد منه؟ ولا كتبته بس عشان تثبت وجودك؟ انا كتبت اللي شفت انه صح. بهدلت إنسانة ومرمطت سمعتها في الأرض صح. موت أم محصورة على بنتها صح. اللي حصل بقى حمدي، أنا هوريك اللي كان لازم يحصل.